هانتي يا اختي الحبيبه، تيقيني لا قلت لك هذا ألذ وافضل كلاص اللي تقدري تصايبيه لعائلتك وتحطيه بوجهك احمر بواحد القوام كريمي، واحد المذاق خطير. ما نقولش لكم تقدروا ديروه يا اما للعراضات ديالكم او مناسبات، او لا تصايبوه غير لوليداتكم. كيجي بنين 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 ديال تحميره الوجه. وعلى بركه الله، وما تبخلوش عليه بتشجيعاتكم وتعليقاتكم زوينه. غتاخدي كاسرونه، غديري فيها نص كاس ديال السكر حبيبات، والنار تكون فوق المهيله واحد شويه، وما غتخلطيش نهائيا. تبقاي غير كتحركي الكاسرونه، ومنين كيبدا يذوب لينا هذاك السكر عاد كتبداي تخلطي بشي ملعقه خشبيه. كتخلطي مزيان مزيان حتى كيذوبوا هذوك الحبيبات ديال السكر تماما. ضروري من هذه المرحله هذه. من بعد كتاخدي نص كاس ديال اللوز. شحال ما درتو ديال السكر كديروا ديال اللوز. انا درت هنا نص كاس ديال السكر، غادي ندير نص كاس ديال اللوز صافي. ومن بعد كديريه على داك السكر وكتبقاي كتخلطي مزيان مزيان حتى كيتلبس هذاك الكراميل بداك اللوز كامل، وكيتقرمل لينا هذاك اللوز. وإلا تلاصقوا لكم كتبقاو هكا كتحاولوا انكم تفرقوهم باش هكا داك اللوز يدخل له داك الكراميل كامل صافي. من بعد منين كتخلطوه مزيان مزيان وداك الكراميل كيدخل مع داك اللوز، كتاخدي يا اما ورق الطبخ، ولا انا ما كانش عندي ورق الطبخ كتاخدي هكا غير شي طريف ديال الالومنيوم ولا شي حاجه هكا اللي ما تكونش كتلصق. ومن بعد كتخوي هذيك الكراميل ديالك تما مع داك اللوز. هذه نوغا، غنصيبو كلاص ديال نوغا صافي. كتخويها تما وكتخليها حتى كتبرد مزيان مزيان. ردوا بالكم راه كتكون سخونه بزاف بزاف، ما تقيسوهاش نهائيا بيديكم صافي. وهذيك الكاسرونه كتزيدوا لها واحد شويه الماء وكديروها فوق النار باش كيذوب هذاك الكراميل وكتغسل لكم بسهوله صافي. المهم انا فرشت هذاك النوغا ديالي تما. كتحاولوا انكم تسرحوها، ما ديروش شي فوق شي صافي. وكتخليوها حتى كتبرد مزيان مزيان. كيكون هذا هو الشكل ديالها. هانتوما شوفوا كيفاش كتكون. راه هذا الكلاص هذا كيجي خطير خطير، كيجي هماوي تماما بحال اللي كتشريوه من برا ولا شارينو من شي محل فخم صافي. من بعد كتاخذوا هذيك النوغا ديالكم كتقسموها بحال هكا، راه كتقسم بسهوله. كديروها هكا في شي بلاستيكه اولا كديروها في شي هاشوار ولا شي طحانه عندكم. المهم انكم غطحنوها ولا غضربوا عليها حتى ترجع بحال هكايا، حتى تهرمش لينا كامله صافي. من بعد درتها انا في طبيصل وخليتها على جنب. وخديت البول اللي كيكون بارد، درتو واحد شويه في المجمد ودرت عليه نص سيطرو ديال الحليب اللي كيكون حتى هو بارد مثلج. شوفوا الحليب راه فيه طريفات ديال الثلج. وخديت هنايا علبه ديال كريم شونتيي. انا فضلت انني ندير شونتيي حيت كيعطي واحد المذاق كريمي افضل من الكلاص. جربوا انكم تصيبوا كلاص بالشونتيي، راه كيجي خطير وكيجي كريمي وما كيجيش نهائيا مثلج صافي. من بعد درتو على داك نص سيطرو ديال الحليب، داك الشونتي درتو على داك نص سيطرو ديال الحليب، وبقيت كنخلط بالطراب الكهربائي في اقصى سرعه. في الاول راه كتبان لكم الكريمه خفيفه، ولكن غير بقاو تطربوا حتى كتعقد لكم الكريمه وحتى كتطلع. المهم كتبقاو غير كطربوا، ما تقنطوش نهائيا، غير واحد شويه راه كتطلع معكم. منين كيكون البول بارد والحليب بارد دغيا كتطلع صافي. المهم انا هنا استمريت في التخلاط. الكريمه ديالنا كي خاصها تكون شويه خفيفه، ماشي بحال الكريمه اللي كنعمروا بها الكيكات ولا اللي كنغلفوا بها الكيكات. الكريمه ديال الكلاص كي خاصها تكون شويه خفيفه. داكشي علاش درنا نص سيطرو ديال الحليب. الا بغيتوها عاقده ما غديروش نص سيطرو ديال الحليب، غديروا غير 2 كيسان فقط ديال الحليب صافي. ومن بعد هنايا خديت صوص كراميل. هاد صوص كراميل راني كنت حطيت الفيديو ديالها في الفيديو اللي قبل من هذا، غتلقاو الطريقه ديال هاد لاصوص هادي. المهم انا صيبتها خفيفه على حساب الكلاص. المهم انا عطيتكم جميع الاسرار في الفيديو اللي قبل من هذا باش ننجح معكم هاد لاصوص. درت منها 2 معالق كبار، وخديت 2 علب ديال دانيت ديال الكراميل اللي كيعطيه واحد المذاق ما نقولش لكم بنين بنين بزاف، وكيعطيه واحد المذاق كريمي. كيف ما كتعرفوا باللي الكراميل كيتواتى بزاف مع النوغا. تقدروا ديروا فلون ديال الكراميل الا ما كانش عندكم هاد العلب ديال دانيت ديال الكراميل صافي. المهم بقيت كنخلط مزيان مزيان حتى كتدخل لينا هذيك الكريمه مع داك الكراميل، وكيكون هذا هو القوام ديال الكلاص ديالنا. انتم كتشوفوا كيف ما موضح في الفيديو صافي. من بعد خديت هذيك النوغا ديالي ودرت منها واحد شويه وخليت شويه للتزيين. حاولوا انكم ديروا غير نص والنص خليوه للتزيين. وخديت هاد كوكيز هذا كينغ اللي كيعطيه واحد المذاق خطير حيت فيه داك الحبيبات ديال الشكلاط، كيعطي واحد المذاق خطير. تقدروا ديروا يا اما هاد كوكيز هذا كينغ تهرمشوا هكا بيديكم، اولا تقدروا ديروا حبيبات ديال الشكلاط بيبيت شوكولا. المهم انا كنعطيكم اختيارات وانتم تقدروا ديروا اللي بغيتوا صافي. وكنخلط غير بشويه باش ما طيحش ليا هذاك الكريمه. كي خاصنا نحافظوا على هذا القوام اللي وصلنا ليه. كنخلط هكا من الاسفل للاعلى، غير كتدخل هذيك النوغا
مع ديك الكريمه صافي كتحبسوا من الخلاط. صافي هنايا خديت المول ديالي، هذا المول هذا القطر ديالو 25 سنتيم، غلفتو هكا بميكا باش بسهوله يتحيد ليا ما يلصقش ليا. تقدروا ديروا شي سيركل كيتحل من الجناب اولا بحال هكا شي مول كيتحل من الجناب، المهم اللي متوفر عندكم. وضروري كتفرشوا له هكا شي بلاستيكه باش ما يلصقش لكم. صافي فرغت هذيك الكريمه ديالي وحاولت انني نواسي لها السطح ديالها، ماشي مشكل واخا ما تجيش مقاده مزيان حيت غادي نقلبوها حنايا. هذا الوجه هذا الفوقاني هو اللي غيجي من التحت، وكتدخلوه للمجمد يا اما يبات ليله كامله ولا كتخليوه على الاقل 7 ديال الساعات في المجمد. كيخاصو يجمد مزيان ويشد في راسو، عاد ليموليوه باش ما يخسرش لكم الشكل ديالو. صافي المهم انا هنايا ما خليتوش بات الصراحه، خليته غير 7 ديال الساعات، ولكن راه كنجمد مزيان. وشوفوا كيتحيد معكم بسهوله، راه ما كيلصقش نهائيا. ها انتم شوفوا انا حيدت هاد المول ديالي وحيدت البلاستيكه، راه كيتحيد بكل سهوله. وشوفوا الشكل ديالو تبارك الله كيجي كريمي. صافي المهم انا هذيك شويه النوغا اللي خليت انا زينت بها من الفوق، وكان عندي واحد البسكوي حتى هو هرمشتو زينت به من الفوق، وزينت بداك الخطوط ديال داك صوص كراميل اللي كنت حضرت. المهم نتوما التزيين كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الرغبه ديالكم واللي متوفر عندكم. المهم انا هنايا درت التزيين بسيط كيف ما كتشوفوا، يعني ما كلفت لا على راسي لا والو. وتيقوني اهم حاجه هي المذاق، راه المذاق كيجي خطير. تقدروا تخليو شويه ديال الكلاص وديروا به هكا ديبول وتزينوا بهم، ولا المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا، شوفوا كيجي خطير. هذا تقدروا توجدوه لضيافكم ولا توجدوه للعراضات ديالكم ولا تحطوه لوليداتكم، راه كيجي فيه واحد البنه وكيجي المذاق ديالو خطير وكيجي كريمي، راه ما كيجيش نهائيا مثلج. غير في الاول طلعوا الكريمه ديالكم مزيان باش ما يجيكمش مثلج. ها انتم شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي غزال. اما البنه ما نقولش لكم على البنه، انا وليت ديما كنصايبو بهذه الطريقه حيت المذاق ديال النوغا مع الكراميل كيتواتى بزاف. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، غير جربوه راكم ما غاديش تندموا، كيجي خطير. ما تبخلوش عليا بشجاعاتكم وتعليقاتكم زوينه، خليو لي غير قليل في التعاليق، هذاك القليب كيحفزني على الاستمرار. والسلام عليكم.